الفيديو هذا باش نوريك كيف تعمل تفريغ الهواء لوحدة التكييف باستعمال مانومتر ومضخة تفريغ. هالخطوة مهمة برشا وقت تركب جهاز جديد أو بعد أي عملية صيانة. علاش نعملو التفريغ؟ التفريغ يخلي النظام خالي من الهواء والرطوبة والغازات اللي ما تتكثفش. هالشيء ممكن يسبب نقص في كفاءة التكييف، تضرر الكمبريسور بسبب الزيت الملوث، وكذلك تآكل داخلي وتكون أحماض. وأحسن حاجة إنه التفريغ يساعدك تكتشف أي تسريب قبل ما تعمر الغاز. تعديو توا السؤال كيفاش نقيسو التفريغ. الأفضل نستعملو فاكيوم جيج بالميكرون، خاطر المانومتر العادي ما يعطيش دقة كبيرة، وقت الضغط يولي منخفض. الضغط المثالي 500 ميكرون يساوي 29.5 بوس دو ميركور. نتعداو توا إلى مراحل تفريغ المانومتر العادي. نبداو بالمرحلة الأولى اللي يلزمنا نقفلو صمامات المانومتر. الخطوة الثانية يلزمنا نوصلو الخرطوم الأزرق بالضغط المنخفض والأصفر بالمنفذ المركزي. يلزمنا نتأكدوا من المانومتر على الزيرو، وإذا فما ضغط يلزمنا ننزلو للزيرو قبل التفريغ. كذلك نوصلو الخرطوم الأصفر بمضخة التفريغ. بعدين نشغلو المضخة ونحلو الصمام الأزرق. يلزمنا نراقب المانومتر حتى يوصل قريب 30 بوس. نخليو المضخة تخدم من 15 إلى 20 دقيقة حسب حجم النظام. بعدين نطفيو المضخة، نقفلو الصمام ونخليو المانومتر متصل من 10 إلى 20 دقيقة لمراقبة أي ارتفاع. إذا كان المؤشر ثابت هذا يعني إنه النظام محكم، وإذا طلع يعني فما تسريب يلزم إصلاحه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمناهم لكم، وما تنساوش باش تتابعونا على الفيسبوك والإنستغرام وتبارتاجيو الفيديو.